3 حاجات هعملها عشان اجيب درجات عالية في الجامعة. اول سنة ليا في الكلية كانت سيئة، كنت هذا الشخص اللي معتقد ان الحياة الجامعية هي الحياة المفتوحة للدراسة ليها ادنى اهتمام، وحاجات تانية المفروض تبقى اهم. ما ذاكرتش، ما حضرتش محاضرات، وما اهتمتش بحاجات كتير ليها علاقة بالكلية. وبعدين لقيت ان الجي بي اي بتاعي يخض، جي بي اي تحت الارض. بس المشكلة مش هنا، وانما المشكلة ان التخصص هيكون في اخر سنة تانية بناء على الجي بي اي ده. فدلوقتي مش معايا غير السنة دي ان احاول اجيب فيها اعلى درجات ممكن اجيبها عشان اقدر ادخل قسم كويس. فخلينا نحاول، مش بس انا، لا وانت كمان، نعرف ايه اللي هنعمله عشان نجيب درجات عالية السنة دي باذن الله. والحاجة الاولى واكبر غلط فعلا انا وقعت فيه، واللي كان سبب في ان درجاتي في سنة اولى تكون وحشة جدا، وهي الاولويات. انا كنت شايف ان الكليه بتاعتي بالذات مش مهم ان احضر فيها وان اقدر اتعلم اونلاين كده كده، وان مش مهم المحاضرات ولا الحضور، واللي اهم من ده هو شغلي وان اخرج اشتغل اكتر. حطيت اولويه للشغل عن الكليه. بالعكس، لا، الدراسه ما كانتش في الحسبان اصلا، وده كان السبب في ان انا ما كنتش اصلا عارف الماده بتتكلم عن ايه، ولا المحاضرات بتتكلم عن ايه، ولا ايه اللي انا هدخل امتحن فيه اصلا. واللي بدوره كان سبب في ان شهر الامتحانات يكون حرفيا من اسوأ الشهور اللي انا عشتها. عشان كون اني جربت اذاكر منهج كامل في يوم واحد قبل الامتحان، او اشوف مواد ما شفتهاش من اول السنه اصلا غير مرتين مثلا، ده معناه ان مفيش اهمال اقدر اوصل له اكتر من كده. فلو هنبص على السبب الاساسي ورا كل التوهان والتشتت والاحساس بالضياع اللي انا كنت حاسه من بعد سنه ولغايه حتى اول سنه في الكليه، فهو مش بسبب ان انا كنت في مرحله جديده او ان انا كنت فاكر ان الكليه ممكن تذاكرها اونلاين وطلعت غلطان. انما في الحقيقه انا ما كانش عندي اي ادراك اصلا ان انا المفروض ان انا احدد ايه اللي انا عايزه اصلا من المرحله اللي انا فيها دلوقتي دي، او انا رايح فين. الفكرة ان الكلية مش ثانوي خالص. ثانوي الدنيا كانت واضحة جدا، ذاكر وروح دروس وذاكر عشان تجيب مجموع كبير وتدخل كلية كويسة. بس هنا بقى لا خالص، هنا انا مش عارف اعمل ايه او حتى اعمله ليه. مفيش هدف واضح. انا صح هتخرج من الكلية في الاخر، بس انا برضو محتاج اعمل حاجات تانية. انا محتاج اشيل مسؤولية نفسي ومحتاج اذاكر حاجات تانية. وهنا بقى ده كان السبب الاساسي. اسلوب التفكير ده هو كان السبب في ان ما اروحش الكليه اصلا. فلو السنه دي فعلا عاوز اخلي درجاتي تطلع الطلعه الكبيره اللي انا عايزها ان شاء الله، فبقول لنفسي وليك ان اول حاجه محتاجين نعملها هو ان نحط اولويات دلوقتي. الشغل مهم، والتعليم الخارجي وان احنا نذاكر لوحدنا حاجه مهمه جدا برضه، بس الكليه بقى المفروض تبقى على راس قائمه الحاجات المهمه دي. لو الهدف بتاعنا دلوقتي هو ان نجيب اعلى درجات نقدر عليها، فلازم الكليه تكون هي الاساس في يومنا، وبعد كده هتيجي كل حاجة تانية. وبعد ما حطينا الهدف الأساسي اللي احنا عايزين نروح له، وهي ان نجيب أقصى درجات ممكن الكلية تديها لنا، أكتر من الكلية ممكن تديها لنا أصلا، ما تسألش إزاي. فدلوقتي بقى في شوية حاجات تانية احنا محتاجين نعملها. معظم المحاضرات مملة، دي حاجة احنا ما نختلفش عليها، بالذات لما الدكتور او الشخص اللي بيشرح يبقى اصلا مش فاهم منه بشكل كبير او مش فاهم منه خالص. وبدل ما يخلي المادة دي احلى مما هي عليه اصلا، مادة رهيبة ومليانة علم كبير، بالعكس يخليها معقدة ويخليك اصلا تكره اليوم اللي انت عليك فيه المادة دي لدرجة انك ما بتنزلش اصلا، او انا ما بنزلش اصلا. مثلا على سبيل المثال نفس اللي حصل معايا بالظبط في مادة الالكترونيكس او الالكترونيات. دي مادة كانت في فرقة أولى الترم التاني عندي، ومش هكون ببالغ لما أقول إن المنهج اللي خدناه 70% منه حرفيا خدته في تالتة ثانوي. وده معناه إن دي مادة المفروض تبقى من أقل أولويات. يعني أنا فاهمها ومذاكرها وحل عليها تريليون سؤال في ثانوي، وعندي الأساسيات بتاعتها، فهتكون سهلة أكيد. وفعلا المادة سهلة. بس لما حضرت أول محاضرة مع الدكتور كان مختلف تماما عن اللي انا رسمته في خيالي، على الرغم ان انا عارف المنهج اصلا اللي بيتشرح ده. والحقيقه انا كرهت الماده وما حضرتش للدكتور ده ولا محاضره تاني بعدها. والحقيقه ان كلنا عندنا الدكتور ده، وكلنا عندنا اسباب كتير، حتى لو انا مثلا عايز انام ومش عايز اروح المحاضره، بس عندنا اسباب مهمه يعني ان احنا ما نحضرش المحاضرات دي. بس ده ما ينفيش ان دي محاضرات مهمه. لو عشان مش هنطلع فاهمين 100% او هنفهم 10% بس، فعشان الدرجات في ايد الدكتور. وكمان على الاقل عشان لما نيجي نذاكر الكلام ده مره تانية يكون الكلام مألوف بالنسبه لنا، ما يكونش كأن حاجات اول مره تشوفها او اول مره تقراها، تكون يعني الكلام يكون معدي عليك، فاهمني؟ نفهمه بشكل اسرع، تكون المذاكره اسرع شويه. بالاضافه كمان طبعا لان الدكتور ده هو اللي هيحط الامتحان في الاخر من الامثله اللي هو بيشرحها في المحاضره دي. ولحظه، هنا انا بكلمك عن اسوأ سيناريو ممكن يحصل او اسوأ سيناريو بيحصل، اللي هو اسوأ محاضرات اللي احنا ما بنحضرهاش اصلا دي. بالاضافه كمان ان الحقيقه الكليه لما تكون موجود او لما تنزل بتقابل ناس اكتر، بتعرف ناس اكتر، وبتتكلم مع ناس اكتر، بتيجي قدامك فرص، ساعات بتيجي قدامك فرص. بس على الاقل اليوم ما بيبقاش كله شبه بعض. يعني اصل هتعمل ايه لو فضلت قاعد في البيت مثلا ما نزلتش الكليه او ما حضرتش المحاضرات، بجانب طبعا انك هتشوف شغل وكده، بس دي فتره الكليه فنخليها للكليه.
وما اقصدش ان احنا نخليها للكليه ان احنا ما نعملش حاجه تاني غير الكليه بقى لا، بس على الاقل لو احنا فعلا عايزين درجات كويسه فلازم الكليه تبقى التوب برايورتي هنا، لازم تكون هي راس قائمه الاولويات بتاعتنا. فشباب احنا في بدايه الترم هنذاكر، هنحضر كل المحاضرات، هنعمل كل ده. الحقيقه ان هي يعني انت تحس ان هي ميم كده او حاجه يعني تدعو للسخريه، بس والله يعني ده المفروض فعلا احنا نعمله. ده مش حاجه نضحك بيها مثلا واحنا بنتكلم في تاني يوم جامعه، في تاني شهر جامعه بس احنا محتاجين نعمل ده. وبعد كده بقى تيجي المذاكره. ساعات بيجي في دماغي كده ان انا لو بس بذاكر المذاكره اللي انا كنت بذاكرها في ثانوي دي في الكليه هنا وفي مواد الكليه، انا هبقى مميز جدا في الكليه بتاعتي. مش بس الكليه، لا ده انا هبقى مميز في المجال بتاعي كله. يعني ده تخيل ان انا مثلا في ثانوي كنت بذاكر 8 ساعات في اليوم، تخيل لو عملت ده في الكليه. بس فعلا الحوار رخم، هو مش بس عشان احنا طلعنا من ثانوي ودلوقتي ده مش وقت ثانوي، او مش احنا ما عندناش مثلا ان احنا عايزين نجيب حته المجموع الجامد دي، لا بس برضو عشان المناهج مش مناهج ثانوي، مش نفس الاسئله اللي احنا بنحلها، مش الدرس اللي احنا بنفهمه ونروح نحل عليه تريليون مساله. لا هنا الحاجات بتتفهم اكتر بتطبيق اكتر، ده مرجع، احنا بنذاكر من مرجع حرفيا. بس برضو اكيد لو هدفنا ان احنا نجيب اعلى درجات نقدر عليها، ده هيكون اهم جزء ده بالذات. والفكره ان فهمنا للمنهج ده ومذاكرته بشكل كبير مثلا مش هيكون بس مفيد في ان احنا نجيب درجات عاليه ونجيب جي بي اي عالي، لا بالعكس هو كمان هيكون مفيد في المجال بتاعنا لما نشتغل بيه ان شاء الله بعد كده. فعشان كده مهم ان احنا نركز جدا 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 على الجزء ده، اكيد بعد حضور المحاضرات يعني عشان نعرف يكون عندنا حاجه نذاكرها وكده. فعشان نعمل ده محتاجين نحط قاعده واحده على الاقل ونحاول ما نكسرهاش على قد ما نقدر، وهي ان ما نطلعش من اي اسبوع على مدار السنه ان شاء الله يكون عندنا اي محاضرات او اي سكاشن متكومه او اي مذاكره بشكل عام لو قدرنا، عشان ما يكونش في حاجه صعب فهمها بعد كده، وانما تكون عباره عن مراجعه اول باول او قراءه سريعه فنقدر نحل بشكل احسن. وعشان نحقق ده في حاجه كمان، وهي ان يكون في مكان انت محدده وانت بتذاكر فيه، مكان تكون بتستريح فيه اول ما بتخش فيه كده، يكون في المود اللي في دماغك انك داخل خلاص تذاكر. وانا الحقيقه عملت فيديو فيه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، هذا هو الفيديو، بخش اشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده لو فاضي يعني اكيد. اكيد انت مش فاضي وقت تشوفه. واخيرا لازم يكون في بالنا دايما ان اللي هنتعلمه في الكليه هيكون فارق جدا في حياتنا، حتى لو في أسوأ الأحوال مثلا ما اشتغلناش بيها، بس دايما نفتكر انك في كلية دلوقتي هي حلم ناس كتير جدا، حتى لو مش كلية كبيرة بس في ناس ما عندهاش اصلا فرصة ان هي تدخل الكلية اللي انت فيها دلوقتي دي. فليه بقى ترمي الفرصة دي وكل الفرص اللي ممكن تيجي من وراها من ناس ممكن تتعرف عليهم تغير حياتك، او حاجات ممكن تتعلمها تفرق معاك جدا، الله اعلم ايه اللي جاي بعد كده. بس دايما افتكر ان مفيش ابدا اي علم ممكن يخسر، بالعكس انت اللي هتخسر لو ما اتعلمتش. ستيف جوبز مؤسس شركة ابل في مسيرته الجامعية اتعلم تايبوجرافي او الكتابة باسلوب خطي معين، يعني على الرغم من ان ما كانش عنده اي فكرة في ايه ممكن يستخدم حاجة زي كده. بس بعدين لما ظهرت اجهزة ابل ظهرت كلمة هلو الشهيرة بالتايبوجرافي اللي ظهرت على الشاشة لاول مرة، اللي اتعلمه ستيف جوبز في الجامعة، وهو اصلا يعني ما حدش يتوقع ان كان في باله مثلا ان ممكن نستخدمه في حاجة زي كده. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. فخليك فاكر ان كده كده الوقت بتاع الكلية بيعدي، فليه ما نديش الكلية اقصى اهتمام ونحاول ناخد اقصى حاجة ممكن ناخدها منها، لعل وعسى ان شاء الله في المستقبل تكون ذات نفع كبير جدا علينا، او نستخدم الحاجات اللي احنا اتعلمناها دي في حاجة اكبر ان شاء الله. انت ايه رأيك؟